السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا البنات، مرحبا على كل واحد جاب الباك، إن شاء الله فرحة دائمة والعقوبة للآخرين العام الجاي إن شاء الله. اليوم جبت لكم الكعكات وإن شاء الله يعجبوكم كون تجربوه وبطريقة سهلة بالعجينة السحرية. نبداو المقادير. عندي فنجال تاع سمن، فنجال تاع زيت، وفنجال نصو حليب ونصو مزهر. تجبدوا الأشوار تاعكم، ديروا فيهم هذوك المقادير: الحليب، الزيت، الحليب مع المزهر والزيت والسمن، تخلطوهم في السرعه الاولى حتى ينسجموا المقادير، وتزيدوا قرصه ملح، تخلطوهم بيان حتى ينسجموا يولوا على شكل كريمه. تنحوهم وتفرغوهم في غيسيبيون، وتوجدوا نفس الكيل 5 كيلات فرينه، ومن بعد كل وحده على حسب الفرينه تاعها. تقدر تدي لك هذوك ال5 كيلات ولا تدي لك 4 على حسب النوعيه تاع الفرينه. تبداي تزيدي بالفنجال حتى تحسي العجينه تلمت معاك وتحبسي. كيما انايا ما درتليش كامل، خليت من هذيك ال5 كيسان وتشوفوا واش بقى لي. قلت لكم ان درت لي 4 فناجل تاع الفارينه وبقى لي فنجال واحد. ومن بعد وزنتها، خرجت لي 743 غرام. ومن بعد وزنتها كويرات صغار، كل كره في 33 غرام. تكوريهم، تسقميهم كامل وتغلفهم بابي فيلم. ومن بعد توجدي العقده. انا المقطع راح لي، اسمحوا لي، بصح اللي تحب تشوف المقطع تروح المقروط المقله تتفرجوا تشوف العقده. ديري 3 كيسان كاوكاو، نص كاس سكر، تخلطيهم مع بعض، من بعد ديريهم في الاشوار تلحيهم شويه. من بعد كي تلحوا تزيدي عليهم شويه مزهر وتزيدي تلحي حتى تتلم هذيك العقده. تنحيها من الاشوار وتزيدي لها مغرف تاع زبده ولا السمن وتعجنيها. بصح انايا راني دايره الكاوكاو هاو يبان لكم قهوي، زدت معاه شويه تاع قشور. كاين حبات تاع الكاوكاو جاو معاه القشور، صافي درتو بقشورو، على بها جاني قهوي. واللي تحب تزيد له شويه قرفه تنسمو دير له قرفه، انا ما نحبش يبان القرفه في الكاوكاو. وتوزنيهم هذوك، ديري كره تاع كاوكاو توزنيهم 18 غرام باه تشكلي الكعكات تاوعك. كما قلت لكم هذاك الفنجان اللي شفتوني درت به خرج لي 23 حبه تاع كعكات متوسطات، ماشي كبار بزاف ماشي صغار. بسم الله. دوكا نبداو التشكيل تاع الكعكات تاوعنا. تجبدي لابول تاعك تاع العجينه، حليها على شكل مستطيل بالرولو وتكون رقيقه مليح. وتحلي العقد تاعك على شكل حربوش وديريه في طرف المستطيل تاعك، وتجبدي كوبات تاعك، ترفدي العجينه راكي تشوفي في الصوره كيفاه ترفديها، وترولي بحيث ما تخليش الهواء يدخل بين الطبقات، تروليها حتى للطرف. ومن بعد تغلقي العجينه تاعك بصبعتك كما راكي تشوفي، تغلقيها ومن جهه رقيها، جهه طرفانيه رقيها، وجهه الاخرى ديري فيها شغل ثقبه باش تغلقي الدائره تاعك راكي تشوفي كيفاه. وسويها مليح، شغل لصقيها مليح، سوديها مليح وحطيها في المول تاعك. واش نقول لكم، لي مول هادو تري براتيك ويطيبوا مليح ويجوا الحبه قد بعضها، كل حبه كيما خدها. ديريهم تثقبيهم بالكوردون 5 ثقبات ولا 3. دخليهم الكوشه تاعك تكون مشعله من قبل، تكون سخونه، وطيبيهم. انا كيما انايا نطيبهم حموره بيان. خلوهم يبردوا باش ديموليوهم، خطر العجينه خفيفه بزاف وتتكسر. نوجدوا الطليه تاعنا. عندي كاس زيت، كاس مزهر، نص كاس ليمون، وكاس حليب. انا هذه الكميه تاع كونتيتي كبيره، بصح انا استعملت غير شويه منها. و3 شكاير تاع السكر كلاصي، ولافاني ملون ابيض. ملون ابيض ماذا بكم ديروا تاع الميزان، انا هذا خدعني ماشي مليح، ما جانيش مليح. في غيسيبيون ديري الزيت، كاس تاع الزيت، كاس تاع الحليب، خلطيهم مليح بالباتور ولا الفوي، ماذا بكم بالباتور باش ينسجموا المقادير. وتزيدي المزهر وتزيدي هذاك الليم والمغرف تاع لافاني والملون تاعك. كما قلت لكم ديروا الملون تاع الميزان ولا تاع القرعه. انا ما صبتش هنايا كي بعد نشري. ومن بعد تغربلوا 3 شكاير تاع السكر كلاصي في جفنه صغيره، غربلي بالغربال باش ما يقعدولكش لي غريمو ثما. ومن بعد تجبدي تزيدي الملون كيما انايا زدت الملون، خاطر ما عجبنيش قلت لكم الملون هذاك ما خرجليش بيض ناصع.
ومن بعد تجبدوا السائل اللي خلطتوه تبداو تشمخوا به السكر كلاصي تاعكم. وفي معلومه، انا هاد لا كونتيتي ما درتهاش كاع الكعكات، هذوك 23 حبه تاع كعكات تدي لك الشكاره تاع السكر سوا. صافي نتوما كيلو بالكاس تاع بفنجان تاع قهوه كحله، ولا بالفنجان تاع لاتاي. ديروا المقادير باه ما تخسروش. انا كنت مسحقتها هاد الطليه لحاجه واحده اخرى. تبداو تخلطوا تحكوا الخليط براحه اليد حتى تحسوا يولي يلمع. دايور انا ما درت لهمش ملون اللمع فوق الكعكات خاطر خرجوا لي يبريو. وماذا بكم واحد ينقص المواد هذو تاع الكيميائيه اللي يديرهم للحلوى. هذاك السائل انا ما كملتوش كامل، وباش تعرفوا بلي الطليه تاعك واجده ترفدي بالمغرف بظهر تاع المغرف وتشوفيها ما يبانش الحديد تاع المغرف، ما تبان لكمش طونسبار وتتقطع. هكذا تعرفي بلي الطليه تاعك راهي واجده. ماذا بك تخليها تغطيها وتخليها او ما ساعه ولا ساعتين تريح. بعد ما تريح الطليه تاعك ساعه ولا ساعتين، ماذا بك ساعتين، تلقاي جاو فيها دي بول دار. انتي كيفاش ديري؟ خلطيها قبل، عاودي خلطيها براحه اليد، ومن بعد باه تبوشيها في لابوشادوي. اسهل طريقه باش ديري تغلفي الكعكات تاعك ديريهم في لابوشادوي، وديريهم على الشباك تاع الفريجيدير، وديري بلاطو من التحت. سينون كاين العفسه هذيك تاع اللي تطلي الحبه تاع الكعكات تدخليها في الطليه، هذه العجينه السحريه تتفتت، ما كان لا ديريها خطر ولا تتفتت لك كاع الحلوى داخل الطليه وتخسر لك الطليه. راكي تشوفي الطريقه كيف راني نطلي حتى تكملي لا كونتيتي تاعك. شوفوا ليا البنات كي تطليو غير بربع حبات 5 باه ما تنشف لكمش الطليه هذيك، وتخبطي الشباك تاعك باه تهبط هذيك الطليه. وكيما انايا ثاني واش نقول لكم، انا ما درتش هذاك الزواق اللي يديرهم تاع العجينه السكر والاخر، انا هذيك عندي حق تاع لابوبال حاشاكم. انا درت زواق خفيف تاع شويه عقاش. ومن بعد راني هنايا نوجد في لي كيسات تاع لي مادلين الكبار. ديري هاد العفسه ديري بفم تاع الكاس، راكي تشوفي تطبعيهم يولوا صغار باش يجوا قد الكعكات تاعك. كيما الكعكات انا حطيتهم في الفريجيدير باش يبردوا لي بالخف، خاطر السخانه شغل ما يطولوا باش يتجمدوا لك. وشوفوا الطريقه تاعي باش نسوي هذيك الطليه. تجبدي الغربال تقلبيه وتحكيهم كامل باش الزياده هذيك تاع الطليه تتنحى وما تتفتلكش الحلوى تاعك. وها هي الوصفه راهي واجده قدامكم. واسمحوا لي نسيت ما قطعت لكمش واحده بصح اللي كلاوها عندي ضياف اللي جاوني قالوا ما شاء الله العقده طريه ولاباط خرافيه. نتمنى تجربوهم وتعجبكم الوصفه وترجعوا لي بالخبر.